السلام عليكم، مرحبا بكم في شوية بشرى. كون ديري شي بشرى نتمنى تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. اليوم غادي نحضر طاوة ديال الحوت بالخضر في الفرن، كتجي سهله، كتجي جديده وكتجي رائعه كذلك. اول حاجه ولا الغرض كنحتاج هاد النوع من السمك، سميتو الحجله، لانه فيه واحد الزواقه كتفكرك في الطائر ديال الحجل وواحد الخطيطه الذهبيين كيف كتشوفوا. عندي هاد الحوتات فيهم كيلو و100 غرام. كاين فيهم الحجم الكبير، هو نوع من السمك ابيض. كنحضر عاده هاد الطاوه باي نوع ديال الحوت توفر ليا، باجو، ميرو، فرخ، كابيلا، شرن كبير اولا حتى سردين. كنفلح هادوك الحوتات ديولي باش كتدخل فيهم الشرموله، وغادي ندوز نحضر الشرموله ديالي. عندي واحد 4 معالق كبار ديال القزبر ومعدنوس مقرضين، لانني غادي نستعملهم مع الخضر مع الحوت مع الرز. غنضيف عليهم واحد 4 روز ديال الثومه محكوكين، معلقه صغيره ديال القزبر كارم حتى المعلقه كبيره ماشي مشكل، ونصف ملعقه صغيره ديال الهريسه، كتبقى الهريسه حسب الذوق. ملعقه صغيره ديال الخرقوم البلدي، نصف ملعقه صغيره ديال الابزار. درت الابزار باحتياط لانني استعملت هريسه. عندي كذلك واحد نصف ملعقه صغيره ديال الكمون، ومعلقه صغيره ديال التحميره او ما يزيد بشي شويه. كنضيف كذلك اللب ديال نصف حامضه مصيره، عصير ديال حامضه متوسطه. كنحرك هاد العناصر، كنضيف ليهم واحد 2 معالق كبار ديال الماء، وغادي نضيف كذلك حتى زيت الزيتون واحد 2 معالق كبار. كنخلط هاد الشرموله ديالي مزيان، شرموله مغربيه العاديه اللي موالفين كنحضروا مع الاسماك. يمكن نضيفوا حتى صلصه الصوجا الا كتفضلوها او لا توفرات، اولا التوابل ديال السمك. كذلك كنجيب الحوتات ديالي كنزيد نفتحهم من جهه البطن ديالهم باش ندخل فيهم الشرموله مزيان. الا كانت اول زياره للقناه وعجبكم المحتوى ما تنسوش تضغطوا على زر اللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس. وكندخل ديك الشرموله وسط من الحوت. كيجي طبق عائلي صيفي بامتياز لانه ناشف كينشف. ما كنبغيوش التغماس في فصل الصيف، حنا على مشارف فصل الصيف. كندهن ديك الحوتات ديولي وكندخل ديك الشرموله في دوك الفلحات مزيان، وغادي نحطهم جانبا. كنجيب الفلفله، عندي هنا واحد 5 الحبات ديال الفلفله ملولين حمرين وصفرين، وكنضيف فيهم نصف ملعقه ديال الشرموله باش ديك الفلفله حتى هي كتلذذ، كتجي بنينه، ما كتجيش فقط بحال الطويصات معمرين بالرز. وكندهن ديك الوسط ديالهم، كنحاول نلبس داك الوسط ديال الفلفله بديك الشرموله. الا وصلتوا لهاد المرحله من الفيديو كانت اول زياره لكم للقناه وعجبكم المحتوى، ما تنساوش تضغطوا على زر اللايك والاشتراك. على الشرموله اللي بقات ليا كنضيف معلقه كبيره ديال صلصه الطماطم المركزه. غنضيف كذلك واحد 2 معالق كبار ديال الماء، ومن هاد الصلصه اولا الشرموله غادي نهز واحد المعلقه كبيره ونص حتى 2 المعالق، وغادي نضيفهم على الرز اللي سلقته سلقه لا ربع، اكثر من نصف سلقه. كاس ديال الرز اصفر ما خليتوش يكمل الطياب ديالو. كنحرك مع ديك الشرموله مزيان حتى كيتلبس بها مزيان، وغادي نعمر الفلافل ديالي. كيف قلت 5 الحبات ديال الفلفله، ما كنعمرهمش مزيان باش كيبقى الرز فين يطيب وفين يتنفخ. كيرافقوا طاوه ديال الحوت بطريقه رائعه. عمرت الفلافل ديالي غنحطهم جانبا، وغادي نجيب الطاوه ديالي ديال الفرن كندير فيها واحد 2 الوراق ديال سيده موسى، وكندير 2 روز ديال الثومه اللي كنقطعهم هكا شرائح كيجيو لذاذ وسط الطاوات. هاد الثومه اللي كنضيفو بهاد الطريقه، ولو اننا مستعملين ثومه محكوكه. كنضيف العروشات ديال القزبور اللي كانوا عندي بطاطا، عندي خيزو، عندي نصف فلفله، وعندي الدنجال. غادي نحيد الفلفله تنديرها في الاخر، ما نديرهاش مع الخضر من الاول.
غنحيد كذلك حتى طوماط سوريز نخليها نضيفها من بعد، 2 بطاطات، 2 خيزويات وحبة ديال البنجال كبيرة. كتجي طاوة عائلية بامتياز وصيفية مع هاد السخانة، تنديروها مع سلطة خضرا مع عصير ومغذية في نفس الوقت. خيزو إلا كان كيحتاج طياب نقدروا نديروا ليه نصف سلقة. كنخلط هذاك الخضر ديالي مع دوك 2 معالق كبار ديال الشرموله حتى كتنسجم معاهم. كيعجبوني انا الخضر، لهذا كندير الخضر في الطاوات كنديرهم كندير طاجين ديال الخضره. بعض المرات نديرو حتى بليدو اللحوم. كنجيب الحوتات ديالي كنحطهم فوق الخضر. الشرموله اللي طحت منهم حتى هي كنضيفها. ديك الفلفله الخضراء اللي احتفظت بها باش نديرها فوق من الخضر باش تبقى باينه، كنديرها في ديك الشرموله باش كتلامس ديك الشرموله ما كتجيش باسله حتى هي و طوماط سوريز غادي نشدها، غادي نقطعها انصاف. الا توفرت مطيشه نديروها شرائح. انا طوماط سوريز اللي كانت عندي وكتعجبني كنقطعها انصاف وغادي نضيف عليها القليل من الشرموله باش نضيفها فوق الطاوه ديالي. اعزائي ما تنسونيش من لايك. طبق بسيط عائلي اللي بغيت نتشاركو معكم. كنثبت دوك الفليفلات ديالي في الطاوه ديال الفرن. اعزائي ما تنسونيش من لايك. فلفله حمراء صفراء، الخضراء ما توفرتش ليا ولكن كتعجبني الحمراء والصفراء اكثر. دوك الطريفات ديال الفلفله ما كنضيعش فيهم، كناخذ دوك الطريفات ديالهم كنقطعهم وكنضيفهم على داك المتبقي من الشرموله حتى حاجه ما تضيع وفي نفس الوقت يبهجوا لنا الطاوه ديالنا. كنتمنى طرقكم طريقتي اولا الوصفات اللي كتشارك معكم عامه. كنحرك ديك الفلفله في ديك الشرموله وكنضيفها جناب ديال الطاوه ديالي. طاوه ديال الفرن، طاوه مغربيه بسردين بأبسط ما يكون، بالمتوفر وكتجي لذيذة كتجمع عليها العائلة خصوصا في الحد في الصيف. أنا من عشاق السمك. على ديك الشرمولة اللي بقات كنضيف واحد المعلقة كبيرة ديال الماء وواحد 3 معالق كبار ديال الزيتون وكنضيفها في الجانب. الخضر ديالي غطيب بداك البخار ديال الماء وفي البخار ديال الماء اللي كطلق حتى هي كندير واحد الرشه ديال الزعتر اللي كنحكها ما بين يديا وكنجيب الطرونشات ديال الحامض اللي كنقطعهم مع الانصاف وكنخشيهم في دوك الفلحات اللي درت في الحوتات ديالي. الحامض كيتواتى مع الحوت. قولي الا ما كانش الحامض ما كاينلاش نديرو الحوت. كنقاد داك الحامض غنزيد طونشات ديال الحامض بهذا الشكل وكنحرك الطاوه ديالي باش كيتوزعوا فيها السوائل وغادي نغطيها باش ندخلها للفرن واحد 45 دقيقه. كنطلعوا عليها منين كطيب كنغطيها مزيان بالورق ديال الفرن. يمكن نضيفو حتى البابي الومنيوم من الفوق الا ما بغاش يثبت لينا الورق ديال الفرن. انا عندي كيتزكى هنايا في الجوانب ديال الطاوه. كنغطيها مزيان باش البخار ديال الخضر وديال الماء اللي كيطلق الحوت ولا الماء اللي ضفنا في الشرموله كيطيب لينا داك الخضر وداك الحوت. من بعد ما دازت 45 دقيقه وكتبقى على حسب النوع ديال الفرن ديالكم كنقلبوا البطاطا واش طابت والخيزو واش طاب. الحوت راه ساهل يطيب. كنعريو على الطاوه ديالنا واحد 5 حتى ل10 دقائق. نقدروا نديروا ليها النار من الفوق. انا خليت حين الفران عندي فيه المروحه حتى كيتجمر داك الحوت ديالي من الفوق. ديك الخضر كذلك والطاوه ديالي كتزيد كتنشف. كيف كتشوفوا الحوت طاب الخضر طابت الرز كذلك طاب وتنفخ وتفقع. طاوه عائليه. كنتمنى تراكم وكنقول لكم الى اللقاء في فيديو قادم بحول.